طبعا شفتيني والفيديو جه قدامك، يبقى لازم تستني شوية عشان انا واثقة ان انتي عندك مشكلة في اسمرار تحت الابط، ايا كانت السبب اللي عملك الاسمرار ده. بخيارة واحدة هنخلي المكان ده ينور ويبقى زي المراية بالظبط. هي خيارة هتجيبيها وهتغسليها كويس وهتقطعيها وتحطيها في الخلاط مع شوية مية او مية ورد او ماء مقطر، وبعدين هتعصريها كويس وهتصفيها وهيطلع عندك عصير الخيار بالجمال ده. هيفتح معاكي وهينعم جدا، وكمان هيشلك اي ريحة عرق من 24 ساعة ل 48 ساعة حتى لو ما اخدتيش الشاور بتاعك. الكلام ده صيف وشتاء. هتجيبي عصير كوباية من عصير الخيار، خدت منه شوية، واي عصير خيار انا بحب اشيل منه شوية. لو عندك هالات بقى سودة، لو عندك انتفاخ ممكن تحطيه مكعبات تلج تقفلي بيه المسام، ايا كان. بس المهم عصير الخيار ده خطير لكل حاجة. خدت بقى كوباية عصير الخيار ودوبت فيها معلقتين من النشا، وطلعت بيهم على نار هادية لغاية ما وصلت للقوام اللي يجنن والتحفة اللي انتوا شايفينه ده. حتى شايفين لونه جميل ازاي ويجنن. فضيه بقى وسيبيه يبرد تماما، مش عايزاه سخن خالص. وهتضيفي عليه الاضافات اللي هقولك عليها دي دلوقتي. عصير الخيار من اكتر الحاجات اللي بتفتح وكلنا متفقين على ده، بيحفز انتاج الكولاجين، وكمان بيشد المكان ده جدا، غير ان هو هيشلك ريحة العرق وهقولك دلوقتي ازاي. هنضيف بقى ايه، انا بصوا بوريكم بس عصير الخيار لما تقلته على النار وبقى عامل زي الكريم. بصوا بقى يعني تحفة. ممكن تاخدي منه شوية كده على جنب برضو وتحطي عليه اضافات تانية وتستخدميه ككريم للبشرة. حطي عليه زيت لوز، حطي عليه معلقة عسل، معلقة جل صبار، هيبقى تحفة. انا هنا بقى بضيف ايه، بضيف معلقة من الشبة المطحونة. اهم حاجة انها تكون مطحونة كويس جدا جدا. دوبيها كويس وتكون مطحونة وما تكونش عليها اي اضافات خالص، ولا مسك بقى ولا اي حاجة خالص. هتضيفيها وهتقلبيها كويس لغاية ما المكونات تندمج. المكون بقى اللي بعد كده هو معلقة من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند فعلا مظلوم جدا في ان احنا ما بنتكلمش عليه كتير. ان هو مش ترطيب بس، ده كمان في منطقة تحت الابط بيفتح جدا جدا يا بنات. اتأكدوا بقى ان هو داب، وخصوصا لو كان معاكي مجمد زي اللي عندي كده، لان هو بيكون في الشتاء ماسك شوية. تفضلي تدوبيه لغاية ما يدوب تماما في الكريم بتاع الخيار. اي علبة بقى نضيفة عندك هتحطي الكريم فيها وتستخدميه، يا اما كل 48 ساعة لو الريحة عندك مش قوية قوي. لكن لو عندك التعرق شديد هتلاقي هتستخدميه كل يوم تحت الإبط حتى لو ما أخدتيش شاور. الريحة بتختفي باليومين والتلاتة. جربيه حقيقي، تفتيح ملحوظ ومن أول استخدام، وهتلاقي الريحة بقى مفيش. صلي على الرسول وحطي اللايك بتاعي.